بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لماذا هذه الآية بدأت بها؟ سأقول لكم، ولكن لابد أن أرد على أصحاب الورع البارد الذين لا زالوا يحسنون الظن بالدكتور الفايد. أصحاب الورع البارد. لماذا الورع البارد والفقه البارد؟ الذين في حاجة إلى إعادة البناء العقدي. يقولون: تفضحون الرجل، تتبعون عورة الرجل. وهو عندما كان يفضح الصحابة التابعين كان يستهزئ بآيات الله، بالجنة، بالنار، فين هي الجنة، فين هي النار، يطعن في القرون الأولى. سأجيبكم علميا. قبل خطبة الجمعة تسمعون يقولون عن أبي الزناد عن الأعرج. كيفاش الأعرج؟ تنبز بالألقاب. عن أبي الزناد عن الأعرج من رواة الحديث، سميتو عبد الرحمن بن هرمز. ولكن إذا ذكرت عبد الرحمن بن هرمز لا يعرف، مجهول في علم الحديث. ولكن إذا ذكرت الأعرج معروف. هذا توفي سنة 117 هجرية. ابن عليا معروف، هو من رجال علم الحديث. كان يكره أن ينسب إلى أمه، لكنه إذا ذكر بغير هذا الاسم لا يعرف. واسمه إسماعيل بن إبراهيم، إمام العلامة الحافظ ثبت أبو بشر الأزدي. يعني ليس تنابز بالألقاب، وليس تتبع لعوراتهم. مثلا شي واحد جا سولك، جا يخطب بنت، شي واحد يخطب بنته ولا يخطب لولدو، خلاص تقول لي شنو كاين؟ الجرح والتعديل. حنا عندنا التعديل كنقولها مزيان، راه واجبك امام الله. المهم القاعده الملخص ديالها لخصها الامام النووي رحمه الله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نسد القوس. نعود إلى قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة يختم الله على اللسان. علاش؟ لأن اللسان ترتار، كذاب، منافق. يوم القيامة أمام الله عز وجل يختم الله عليه، وتتكلم الأيدي والأرجل. علاش؟ لأن اللسان ترتار. مناسبة هذه الآية هو الدكتور الفايد، من كان يكذب على الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام. إذا قلت له تطعن في الصحابة يقول: لا، لم أقل. ومن يكذب على الصحابة والتابعين والشافعي والمرابطين وابن كثير وقرطبي والطبري يكذبوا على المعطاوي وعلى السفارة السويدية. في هذه الحلقة التي رد فيها الفايد، والتي كانت بعنوان توضيح للمشاهدين حول التكريم بالسويد، بدا الفايد منهكا، قال أنه تحت الضغط، ضربت عليه الدلة والمسكنة، مدخول. كان كيقول لكم لي راجل يطلع، كان كيقول لكم الفايد لا زلة له. إلا عقلتكم على الحلقة قال لكم الفايد لا زلة له، الفايد لن يتراجع. طبعا أصبح يقول أنه تحت الضغط ولا يمكن أن يعطي الأسباب. أعطى تبريرات واهية، ابنته في المستعجلات، يتلقى رسائل سب وشتم، والناس كيقول لك: قولنا واش غتمشي ولا لا؟ جاو عندك حتى للدار، تسنى الأوامر من العصابة.
هو قول لي شكون هاد التحطات، واش كتعرض لابتزاز، شنو هاد الضغوط هادي؟ ملي كنتي طالق لسانك، لسان ثرثار سرسار كما تقول اريج، عاني المعطاوي العنعانه، كنت كضحك على العنعانه، عاني المعطاوي عن اريج، قال الفايد سرسار، خليه يسرسر. خصك تبين لينا. يقول تعالى الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. التوبة واخا تراجع، راه خصك تبين لينا لأنك ضليتي معك الناس. شحال من واحد غلط كيقول لك لا نتوب تاب، هي تاب بينك وبين اللي خلقك شي حاجة مستورة، ولكن انت راه درتي بوم في العالم الإسلامي كامل. يعني يقول تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا التوبة تبعها البيان، خصك تبين لينا شكون هاد الناس هادو، كيما دار السي المعطاوي أبراء ذمته، رغم أنه لم يكمل. كنا نتمنى أن يكمل، وبهذه المناسبة واجبك السي المعطاوي أن تفضح هذه العصابة. نعم مزيان داكشي اللي درتي وبينتي لينا العصابة والواسطة وكيفاش كيخدموا، ولكن خصك تكمل. السي الفايد كذلك خصو يبين لينا شكون هاد الناس هادو، شكون هادو اللي كيضغطوا عليك علاش ما كتبغيش تهضر، شكون اللي كيمنعك باش تطلع ما تطلعش. عرفتي علاش هادشي كولو، هاد الذله وهاد المسكنه وهاد الخزي في هاد الحلقه الاخرى اللي بنتي فيها منهك؟ لانك تجرأت على خير البشر بعد الانبياء والرسل الذين قال فيهم تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ورغم انف الفايد وعصابته. رضي الله عنهم ورضوا عنه الصحابة. وفي آية أخرى يقول تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. من هذه الآية استدل ابن حزم رحمه الله أن كل الصحابة في الجنة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يبان لك شي واحد عظيم ولا شي بطال داز في الإسلام ولا. انظر إلى الصحابة، إلى أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبير، قعقاع رضي الله عنهم، خالد بن الوليد، ابن مسعود، ابن عباس، الذين نشروا هذا الدين وبلغوه لنا. تطعنوا فيهم وفي الضحاك تقاتلوا. الخزي شي جزاء من يتطاول على الصحابة وعلى التابعين. يقول أبو زرعة، ما عمرك كتسميه وقال ما كتعرفهاش، أبو زرعة الرازي، كتعرفها المقريزي وابن كثير وابن تيمية ودوك العلماء الكونيين ديالك، ابن رشد ابن سينا. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. اسمع السي الفايد، هذا ما تسعى إليه أنت وعصابتك. تريدون إسقاط الصحابة رضي الله عنهم، فأخزاكم الله وفضحكم على رؤوس الأشهاد. كنت كتضحك على صعصعة، قلتي مدلس. صحابي راه عدل، التدليس راه فيما من بعدهم. علاش؟ لأنك تذكر الصعصعة باش لتسقط حديث الإسراء والمعراج. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
وأزيدك البربهاري رحمه الله يقول: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره. واسمع عز الفيد أنت وعصابتك، آذيتم الصحابة والتابعين والقرون الأولى والأئمة الأعلام فأخزاكم الله وفضحكم. الصحابة اجتازوا القنطرة ووصلوا. احمل همك وابكي على نفسك. فيها في نفس الحلقة لم تأتينا بدلائل كتحلف. أنت مجروح. من يكذبوا على الصحابة وعلى التابعين يكذبوا في كل شيء. أنا لا أصدقك. آتينا بأوديوات وبوثائق كما أدلى بها ستير المعطاوي. ترتار كتسرسر بتعبير لالا أريج. نعم لالا أريج، تبارك الله عليك. قدرتي تسيري هاد الناس وتدخلي في معطاوي. لا جلس هذا، دخل هذا، خرج هذا، جيب هذا. إنها السنن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تابعينهم، احنا غاديين. لم تترك شعيرة إلا واستهزأت بها، ولا سنة لحيا القميص الخمار النقاب. في التاريخ الشيعة كذبوا على الصحابة، اتهموا عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من 7 سماوات، فابتلاهم الله بماذا؟ بالزنا. مش من يكذبوا على الصحابة ويتهموا خير البشر بعد الأنبياء. في حلقتك لم تأتينا بدليل. تعمدت أن تخطئ في ملء استمارة الفيزا. كل ما نمشيش كلمة واحدة كتسنى الأوامر. إن السنوات الخداعات. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنت سيفي أوتيت من حظ نفسك، أصيبت بالعجب بالغرور. فإذا ما عندوش زلة على حد تعبيرك، حظ النفس. لذلك كان الإخلاص من أشد الأشياء على النفس وأثقلها، لأن النفوس بطبيعتها وفي غالبها تركن إلى الأهواء، فالنفوس تريد حظها من الثناء والتمجيد والإطراء. لهذا فهي تشح بالإخلاص، وهذا ما وقع لك. ضحية نفسك وغرورك وتكبرك وتعجرفك. الحلقة الأخيرة ديال السي المعطاوي ماذا قال؟ لا يهمك لا صحة المغاربة ولا مشاريع المغاربة ولا تقدم المغرب. لا تجيب حتى على أسئلة المتابعين يطرحونها عليه ويستحي أن يطرحها عليك. وعندما يستشير السيدة أريج تقول له: شكون هما؟ السيد عيا. اسمعوا، السيد اللي قالك باغي مصلحتكم وكاين يرشدكم، كتقول ليه بالحرف ما مساليش ليهم. هي اللي كترد من بلاصتو، هي اللي كتمسح، هي كتمسح التعاليق. المهم هو المدخول، لا يهم لا تغذية ولا صحة. أصل المعطاوي جاب لك مشاريع من مغاربة العالم، لم تهتم. الغرض ديالك الشافي والهضره ولقاء منتصف الليل وتجلس تهضر، تصدر المجالس، غرور، حظ النفس.
انت لم تقرأ طرق الاختراق، ألهاكم التكاثر، الآية صافي ولا عندك أتباع، وصلتي القمة، دير ما بغيتي. قريتي لا طرق الاختراق راك وليتي مشهور، يعني راك سهل الاختراق. الشهرة لها ثمن، مشاهير العالم كلهم كيتعرضوا للاختراق والتهكير والابتزاز. شحال من واحد دابا معرض للابتزاز ومحاكي، القضايا معروضة على المحاكم. انت تتكلم عن الاخلاق والستر وافشاء الاسرار، وهل سترت عن عموم المسلمين فضلا عن العلماء؟ كتضحك على اللحيه وعلى القميص وعلى القفطان، مول القفطان، فضلا عن التابعين، فضلا عن الصحابه. تقول كل شيء كذب، وهو كل شيء مسجل. هو كيطلبوك كيقول لك رد عنا، صيفط لنا داك الرفي ديال القنصليه باش ندخلو. كيقول لك احنا صيفطنا الوكاله، عسني فيها PDF، عسني فيها باش غندخلو نجبدو الدوسي من وزاره الخارجيه. كتكلم على الرجوله، اللي راجل يطلع. قلتي واحد الكلمه مزيانه، انك ماشي كامل. المعطاوي كيتقلق وكيتعصب، وانت اعترفتي بانك ماشي كامل، مبقاش الفايد ما عندوش زلات. قلتي عليها ولا لا؟ في اخر اللقاء شنو قلت؟ بانك على اتصال مع عصيب غيلال. شتي ها هما اعترفتي بها، كيتدامروا معاك، هما اللي كيسيروك. وزدتيها بان الامازيغ هي اللي تجمعنا من المغرب الى ليبيا. ها الاسلام فينا هو؟ راه الاسلام هو الذي يجمعنا، عرب وامازيغ. بغا يترجعها برغواطيه عرقيه. وكون عندك الشجاعه الاخلاقيه والادبيه والعلميه، وواجه الناس اللي تبعوك كانوا كيدافعوا عليك. شي سوء الخاتمه، الله يحسن الخاتمه ديالنا، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.